ولد صغير اسمه علي أخد الحذاء بتاع أخته وراح يصلحه لها، وبعد ما الراجل صلحه عطاهوله، وعلي عدى على السوق جاب الخبز بتاعهم أو العيش، وبعد كده عدى على السوق بتاع الخضار علشان يشتري بطاطس. والراجل اللي بيبيع الخضار عارف إن الأسرة دي أسرة فقيرة، فقال له ما ينقيش من البطاطس الحلوة الكبيرة، لكن ينقي من البطاطس الصغيرة الأقل في السعر. فعلا الولد سمع الكلام وفضل ينقي فيها، وكان سايب بره الحذاء بتاع أخته في كيسة سودا. فمر واحد بيجمع القمامة من قدام الدكاكين ولقى الكيس الأسود ده وافتكره من ضمن القمامة فأخده معاه. ولما الولد خرج علشان يروح لقى الحذاء بتاع أخته اختفى، فبدأ يدور عليه في وسط الصناديق بتاعة الخضار فوقعها كلها في الأرض. وصاحب الدكان طلع يزعق له، والولد كان هيعيط لأن الراجل كمان كان هيضربه. فعلي طلع يجري لحد ما وصل للبيت، وهناك دخل البيت ولقى أخته كانت فرحانة إنه رجع وجاب لها الحذاء بتاعها متصلح، وقالت له إن عايزة تقيسه. فهو قال لها إن الحذاء ضاع، فهي افتكرته بيضحك عليها علشان يستفزها. فهو بدأ يعيط وقال لها إنه الحذاء بجد ضاع وهو في السوق، وقال لها إنه هيرجع تاني علشان يدور عليه. فالبنت كمان بدأت تبكي وتقول له وأنا هروح المدرسة بكرة إزاي؟ وفعلا ساب البيت وطلع يجري تاني علشان يرجع للسوق ويدور على الحذاء من غير ما صاحب الدكان ده ياخد باله. لكن برضه صاحب الدكان بعد شوية من البحث طلع وشاف علي واقف بره، فعلي خاف ورجع يجري تاني ومشي. وبالليل اتجمعت الأسرة اللي مكونة من أب وأم فقراء جدا، والأم مريضة ومعاهم طفل كمان أخ صغير بالإضافة لعلي، والبنت اسمها زهراء. وفوق كل اللي حصل مع علي خلال اليوم وإنه خايف علشان موضوع ضياع الحذاء، أبوه فضل يزعقله ويقوله أنت ليه مش بتساعد مامتك؟ هو أنت ما وراكش حاجة غير إن أنت تاكل وتشرب وتلعب وتنام؟ وزهراء كمان بتلم الغسيل بتاعهم، ولما دخلت البيت مامتها طلبت منها إنها تصب شاي لباباها. وبعد كده قعدت زهراء وعلي يكتبوا لبعض في الكراسات بتاعتهم هنعمل إيه في موضوع الحذاء اللي ضاع. فعلي قال لأخته أهم حاجة ما تقوليش لبابا لأنه ما معهوش فلوس يشتري لك حذاء جديد، ولو عرف هيضربنا احنا الاتنين. واتفقوا مع بعض إن هي هتلبس الحذاء بتاعه لما تروح للمدرسة الصبح، واداها كمان قلم الرصاص الجديد بدل قلمها القديم كرشوة يعني عشان تسكت وما تقولش حاجة. وتاني يوم فعلا زهراء صحيت ولبست هدومها بتاعت المدرسة وخرجت بره باب البيت ولبست الحذاء بتاع علي وراحت بيه المدرسة. وبعد مدرسة زهراء رجعت جري بسرعة جدا علشان توصل لعلي علشان تديله الحذاء وتاخد منه الشبشب تروح هي بيه وهو يروح على مدرسته لأن مدرسته بعد الظهر. والموضوع ده كان صعب جدا لأنها كانت بتروح هي جري لأخوها بعد المدرسة وهو كمان بيروح جري لمدرسته، وكمان كان بيوصل بعد الطابور وبعد بداية الحصة الأولى. وبعد ما أول يوم انتهى روح علي للبيت وسأل أخته إن كانت قالت لمامتها إن الحذاء ضاع ولا لأ، فهي قالت له طالما قلت لك إن أنا مش هقول لها يبقى مش هقول لها. وبعد شوية فكروا إن الحذاء شكله قديم ومش نظيف، فهو قال لها خلاص يلا نغسله. وفعلا غسلوه وظبطوه وقعدوا يلعبوا بالصابون ويعملوا بيه فقاقيع، وفي الآخر ركنوا الحذاء على جنب علشان ينشف لحد تاني يوم. وفي الليلة دي وهم جوه البيت حصل إن الدنيا بدأت تمطر، ولما كل أسرتهم نامت في البيت زهراء صحت علي وقالت له الحق الحذاء بتاعنا أحسن هيتبل. فخرج علي بره البيت وركن الحذاء في مكان يكون مش واصل له مطرة علشان ينشف لحد الصبح. وتاني يوم زهراء البنت الغلبانة ديت وهي معدية على محل أحذية وقفت تبص على الأحذية الجميلة اللي موجودة جوه الفاترينا وتتمنى إن باباها يشتري لها أي حذاء من الأحذية الحلوة اللي موجودة جواها. وبعدين مشيت وراحت على مدرستها. وتاني يوم لما زهراء راحت للمدرسة المدرسة استمرت معاهم شوية زيادة عن اليوم الدراسي بتاعهم وكانت عطيهم امتحان، فزهراء خلصت بسرعة الامتحان بتاعها وسلمت الورقة علشان خاطر تخرج بسرعة، وكانت اتأخرت على علي فخدت السكة كلها جري. وهي بتجري وبتعدي على مجرى مائي الحذاء بتاعها اتخلع من رجلها ووقع فيه، وفضل الحذاء ماشي مع المية لحد ما عدى كده من تحت مكان وتقريبا اتزنق تحتيه، وهي معرفتش ان هي تطلعه ووقفت جنب المية وبدأت تعيط. فجه واحد صعبت عليه وقال لها مالك، فهي قالت له ان الحذاء بتاعها وقع في المية. فهو جاب عصاية وبدأ يحرك لها الحذاء علشان يقدر يطلعه لها من الناحية التانية، وفعلا الراجل قدر ينقذ لها الحذاء وخلاها تقدر تاخده من الناحية التانية. وطبعا كملت جري بيه لحد ما وصلت لعلي، ولما وصلت عنده زعق لها لأنها اتأخرت عليه، وكمان لقى الحذاء مبلول وبدأ يزعق لها زيادة ويتعصب عليها وقال لها انت كمان جايبهولي مبلول. فهي قالت له انها مش عايزة تلبس الحذاء ده تاني لأنه واسع على رجليها ووقع في مجرى المية. فهي قالت له انت كمان بتتعصب عليا وانت السبب في ضياع الحذاء بتاعي، انا مش هلبسه، لو ما لقيتش الحذاء بتاعي ليا تاني انا هبلغ بابا. فهو قال لها عموما انا مش خايف من الضرب، بس كده كده بابا ما معهوش فلوس لحد اخر الشهر، يعني مش هيقدر يجيب لك حذاء وهيضطر يستلف علشان يجيب لك.
والمفروض ان انتي تكوني فاهمة كده كويس. ولبس الحذاء بتاعه بدون شراب وحط الشراب في جيبه وسابها ومشي وجري على مدرسته. وهناك وهو داخل المرة دي مدير المدرسة شافه ونده له وبدأ يزعقله انه جاي متأخر. فعلي قال له معلش اصل بيتي بعيد. فالمدير قال له لا ده شكلك بتلعب بره المدرسة. فعلي قال له لا ما كنتش بلعب. والمدير بدأ يبص على الحذاء بتاعه لقاه مبلول. فالولد قال له اصل وقعت في الساقية وانا جاي. فالمدير قال له وقعت في الساقية الحذاء اتبل لكن بنطلونك لا. قال له عشان ما كانش فيها مية كتير. فالمدير اخد باله ان فردة الشراب طالعة من جيبه. قال له كمان حاطط فردة الشراب في جيبك ليه؟ وازاي الحذاء اتبل والشراب ما اتبلش؟ وشك في كلام علي وزعقله وسابه يطلع الفصل وقال له ما يكررش الموضوع ده تاني. ولما دخل الفصل المدرس ده كان بيحب التلاميذ بتوعه جدا، واعلن ان في 3 طلاب منهم شاطرين جدا وجابوا درجات نهائية في اخر امتحان هو عمله لهم، وحب يكرمهم وعطاهم كل واحد قلم هدية. وعلي خرج من المدرسة جري علشان يرجع البيت، وهو راجع شاف اخته زهراء بره البيت ونده عليها بس هي ما ردتش عليه. فهو نده عليها تاني لحد ما وصل لها وحب يصالحها وعطاها القلم الجديد بتاعه. قال لها ده انا اخدته هديه من المدرس بتاعي، وهي فرحت بيه جدا. وفي اليوم اللي بعد كده زهراء راحت المدرسه وفكرت انها تدور على الحذاء بتاعها في رجلين البنات زمايلها، يمكن واحده لقيته اخدته ولبسته. وفعلا شافت الحذاء بتاعها في رجل واحده من البنات اللي واقفين في ارض الطابور. وفي وقت الفسحه فضلت تدور تاني على الحذاء بتاعها في رجلين البنات اللي نزلوا الفسحه، وفعلا لقت بنت واقفه على جنب وبتاكل ولابسه الحذاء بتاعها. وزهراء فضلت تبص لها وفضلت واقفه جنبها وقت طويل. ولما اليوم الدراسي انتهى زهراء طلعت ورا البنت دي وفضلت ماشيه وراها لحد ما عرفت البيت فين بالظبط. فطبعا لما وصلت لعلي وعطته الحذاء علي وصل للمدرسه متاخر كالعاده، والمره دي المدير شافه وزعقله وكان مصمم انه علي يجيب باباه كاستدعاء ولي امر يعني، علشان علي كل يوم بيجي متاخر للمدرسه. فعلي طبعا خاف جدا وحاول يعتذر للمدير ويقوله ان ده مش هيكرر تاني، لكن المدير ما وافقش ابدا وما كانش قدام علي اي حاجه غير انه فعلا يروح من المدرسه. وهو خارج وبيعيط المدرس اللي بيحبه ده واللي عارف انه متفوق شافه وساله مالك، وعرف منه انه المدير مروحه من المدرسه. فاخده قال له اقف على جنب، وراح كلم المدير وعرفه ان الولد ده طالب متفوق ومؤدب جدا ومحترم، وقال له انه معلش عشان خاطر خليه يدخل النهارده ومش هيعمل كده تاني. ففعلا المدير علشان خاطر المدرس دخل علي للمدرسة في اليوم ده. ولما روح من المدرسة زهراء عرفت علي إنها لقت البنت اللي لابسة الحذاء بتاعها، وأخدت علي للبيت اللي هي مشيت وراها لحد عنده، وراحوا واستخبوا على جنب علشان يشوفوا أي حد طالع أو داخل من البيت ده ويعرفوا يرجعوا الحذاء بتاع زهراء. وهم واقفين على جنب شافوا إن البنت ساكنة في بيت مع باباها ومامتها، وباباها ده اكتشفوا إنه راجل غلبان وأعمى وبيشتغل بيبيع حاجات بسيطة. يعني الناس دول والبنت دي أغلب منهم هم كمان ومحتاجين الحذاء أكتر من زهراء نفسها. فطبعا البنت وباباها وأهلها صعبوا عليهم ورجعوا من غير ما يتكلموا ولا يسألوا على الحذاء ده خالص. واليوم ده كان يوم الخميس، ولما رجع علي وزهراء لبيتهم وبالليل اتجمعت الأسرة مع بعض، الأب قال إنه في واحد صاحبه بيروح يرش الأشجار بتاعة الناس الأغنياء في بيوتهم وياخد مبلغ إضافي إلى جانب شغله، وهو عايز يعمل زيه. هياخد علي تاني يوم اللي هو يوم الجمعة ويروحوا يلفوا على بيوت الناس في الأحياء الحلوة في المدينة مش في القرية اللي هم فيها، ويطلبوا منهم إنهم يدخلوهم يرشوا الأشجار أو يسقوا الزرع بتاعهم، يشتغلوا جناينية يعني، وياخدوا أي فلوس منهم في مقابل الشغل ده، أهي نوايا تسند الزير. وأخد الأب ابنه علي وعلى الدراجة بتاعتهم فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لمدينة جميلة جدا كلها بيوت وفلل وكلهم زارعين أشجار. وبدأوا طول الطريق الطويل ده كل شوية يقفوا قدام بيت ويخبطوا عليه ويسألوهم إن كانوا محتاجين حد يعمل أي شغل عندهم في الحدائق بتاعتهم. وكانوا الناس غالب الوقت بيرفضوا، أو هم الناس بيسمعوا صوت كلاب بتهوهو فكانوا بيخافوا يمشوا. ومن ضمن البيوت دي في بيت علي خبط عليه بعد ما كانوا خلاص فقدوا الأمل، لقى إن في طفل بيرد على علي وبيقول له أنت مين؟ فقال له لو محتاجين جنايني. فالولد قال له معلش أصل ما عنديش حد غير جدي وجدي نايم. فعلي شكره وكان هيمشي، وبعد ما اتحركوا شوية لقدام لقوا ان الطفل ده صح جده، وجده فعلا نده عليهم وقال لهم تعالوا انا عايزكم. ودخل الاب وبدأ يتفق مع الراجل على الشغل في الحديقة بتاعتهم، وساب علي يلعب مع الطفل الصغير ده. وعلي طبعا استمتع جدا باليوم ده ولعب كمية لعب عمره ما شافها في حياته في حياتهم الفقيرة دي. وفي نهاية اليوم الطفل ده من كتر اللعب نام، وأبو علي أخد مبلغ كويس جدا من الراجل ده وفرح جدا بيه، وقرر إنه هيجيب لهم كل اللي هم عايزينه بالفلوس دي.
وركبوا على الدراجة بتاعتهم علشان يروحوا، وفضلوا ماشيين بيها طريق طويل لحد ما كان في مكان كده منحدر قوي نزلوا فيه بالدراجة، لكن الدراجة ما كانش فيها فرامل، فمعرفش الأب يسيطر عليها ووقع هو وابنه وتعوروا، واضطروا إن هما بالفلوس اللي كانوا أخدوها يرجعوا متشالين على عربية هما والدراجة بتاعتهم، بالرغم من إن كان علي فاكر إن الفلوس دي هتحل أزمتهم وتسمح لباباهم إنه يشتري حذاء لأخته، لكن للأسف كل شيء ضاع. وكمان لما أبو علي رجع للبيت عرف من زوجته إنه صاحب البيت كل شوية يجي عشان يسأل على الإيجار بتاعهم اللي هما مش قادرين يدفعوه، فزوجها قال لها ما أنا قلت له إن أنا هدفع له، وقال لها كمان أنا خلاص بكرة هروح له. فالزوجة قالت له هتروح له إزاي وإنت مش معاك فلوس؟ فهو قال لها هحاول أتصرف. وكان علي سامع الحوار اللي بينهم ده وكان حزين جدا. وتاني يوم الصبح زهراء راحت للمدرسة، وهي طالعة من المدرسة بتجري بسرعة علشان توصل لعلي. القلم بتاعها اللي أخوها كان عطاهولها الجديد وقع منها، واللي لقيته نفس البنت اللي كانت لابسة الحذاء بتاع زهراء. فضلت تجري وراها علشان خاطر تديلها القلم، لكن زهراء ما سمعتهاش، والبنت ما شافتهاش كمان عدت منين. وفي اليوم ده لما علي راح للمدرسة أعلن الأستاذ بتاعهم إنه في مسابقة للجري، وعلي كان كل اللي شاغل باله إنه مش هيقدر يجري بالحذاء المتقطع المتبهدل بتاعه ده. وتاني يوم راحت البنت الغلبانة دي عطت القلم بتاع زهراء ليها، وزهراء فرحت برجوع القلم بتاعها. وفي نفس اليوم كان أبو البنت اللي لابسة حذاء زهراء كان راح علشان خاطر يشتري لها حذاء جديد، وفي نفس الوقت ده بيصادف مرور أبو علي على المحل ده، لكنه بيبص على الأحذية وما بيشتريش حاجة وبيمشي. وفعلا لما روح وعطى الحذاء لبنته، زوجته مسكت الحذاء القديم اللي هو كان بتاع زهراء وباعته لواحد بتاع الحاجات المستعملة، وأخدت قصاده تقريبا طبق بلاستيك. والبنت لبست الحذاء تاني يوم وخرجت بيه وراحت علشان توصل للمدرسة. وفي الطريق قابلت زهراء، وزهراء أخدت بالها إن البنت لابسة حذاء جديد في رجلها، وسألتها عن الحذاء القديم فقالت لها إن ماما رمته. فزهراء اتضايقت وقالت لها ليه؟ فالبنت قالت لها علشان كان بايظ قديم ومتقطع. فزهراء سكتت، فالبنت ردت عليها وقالت لها عموما لما بجيب درجات كويسة بابا بيجيب لي هدية، والمرة دي اشترى لي حذاء. ولما زهراء رجعت وعطت الحذاء لعلي علشان يروح للمدرسة، علي فعلا وصل في ميعاده وكان بيجري بسرعة جدا، لكنه كمان ما كانش دخل المسابقة الأولية أو التجريبية مع الطلاب زمايله، ما اشتركش أصلا. لكنه في اليوم ده الأستاذ حط لوحة بالتعليمات وبالجوائز اللي هتكون موجودة للمسابقة دي، وكان من ضمن الجوائز دي أسبوع في مخيم زائد حذاء رياضي، ودي كانت الجائزة الأخيرة من أهم 3 جوائز. يعني اللي يجيب مركز ثالث هياخد أسبوع في المخيم وجائزة حذاء رياضي. وهو مجرد شاف كلمة حذاء شبط في الموضوع وراح قال للأستاذ إنه عايز يشارك، لكن الأستاذ بتاعه ما كانش عايزه يشارك وقال له أنت اتأخرت عن الميعاد بتاع التسجيل، أنت كنت فين؟ هو أنت كنت نايم؟ ففضل علي يتحايل على الأستاذ ده ويوعده إن هو هيفوز، وفضل يعيط. فطبعا الأستاذ ما قدرش يرفض طلبه ووافق إنه يختبره ويسجله لو هو فاز. وفعلا المدرس بتاعهم اختبره وعلي قدر ينجح في الوقت المناسب. ورجع علي فرحان جدا وقال لزهراء على موضوع الحذاء ده، لو جاب المركز الثالث في المسابقة هياخد الحذاء، ووعدها إن الحذاء الولادي اللي هو هيكسبه هيغيره ويجيب لها بداله واحد للبنات. وكانوا فرحانين جدا بالموضوع ده. ويوم السباق المدرس أخذ مجموعة التلاميذ من عندهم في المدرسة إلى جانب طبعا تلاميذ من مدارس مختلفة، وراح للمكان بتاع السباق اللي كان طوله 4 كيلومتر. وكان علي عمال يبص حواليه وشايف الأمهات اللي عمالة تظبط لبس ابنها، واللي عمالة تصوره، واللي عمالة تطبطب عليه وتشجعه، أما هو جاي لوحده مع زمايله. وبدأ فعلا السباق وانطلقوا كل الأولاد يجروا، وعلي وهو بيجري كان عمال يفكر ويحفز نفسه بالكلام اللي كان بيحصل بينه وبين أخته، وبموضوع الحذاء، وبأنه كان بيوصل للمدرسة متأخر، وكان بيفكر في كل الحاجات اللي حصلت له بسبب الحذاء القديم اللي هي أخته كان بتلبسه، وأنه كان بيبدل بينه وبين أخته في نفس الحذاء. وعلي كان في نهاية السباق بيحاول يركز إنه يكون المركز الثالث، بيحاول يخلي 2 متقدمين عنه، لكن قبل النهاية في ولد زقه وقعه. ولما علي قام وبدأ يجري تاني قدر يسرع أكتر، وللأسف فاز بالمرتبة الأولى. ولما قام المدير بتاع المدرسة كان فخور جدا بيه، والولد سأله وقال له أنا فزت بالمرتبة الثالثة، فاتصدم لما عرف من المدير إنه أخذ المركز الأول. ووقت تسليم الجوائز كان علي يا عيني عمال يعيط، وما كانش حتى عايز يرفع راسه أثناء التصوير لأنه أخذ المركز الأول ومش هياخد الحذاء. وحتى لما جه يتصور كبطل في البطولة دي لوحده كان حزين جدا من الموضوع ده. وفي نفس الوقت بنعرف إن باباهم اشترى لكل واحد حذاء وراجع بيهم على البيت، بس طبعا علي ما يعرفش. ولما علي رجع بعد المسابقة للبيت شافته زهراء، وشافت طبعا إنه زعلان وفهمت إنه مكسبش، وهو بصلها وهي بصت له وما اتكلموش خالص مع بعض. ودخلت زهراء جوه البيت
وسابت علي في الحوش بتاع البيت. وبعد شوية خلع الحذاء اللي كان خلاص اتبهدل من كتر الجري واتقطع، وحط رجليه في حوض السمك اللي عندهم. كانت رجليه متجرحة ومتعورة. وبكده بينتهي الفيلم، وأكيد عرفنا إنه خلاص هما الاتنين هيلبسوا الحذائين الجداد ومحدش هيكون زعلان تاني خلاص. ودي كانت نهاية الفيلم.